تخيل لو تقدر تحول أي منتج، أي مشروع أو أي فكرة لقصة أي حد يسمعها يقتنع باللي بتقدمه ويثق فيه. ما افتكرش إن في أي حاجة ممكن تقف قصادك بعد كده. ودي قوة الستوري تيلينج، السوبر باور أو الفن اللي لو قدرت تحترفه هتحول أي فكرة مهما كانت لقصة الناس عايزة تسمعها وتشارك فيها. في الفيديو ده هشارك معاك نموذج من 5 خطوات تقدر تمشي عليهم مع أي بيزنس مهما كان، عشان تقدر بسهولة تحول بيها أي منتج أو خدمة أو حتى فكرة من حاجة تجارية لارتباط عاطفي مربح. قبل ما ندخل على النموذج خلينا أول نعرف ليه القصة بالذات بقت عامل مهم جدا لنجاح أي بيزنس. أول سبب، القصص بتخطف الانتباه وبتعيش في الذاكرة. وقلنا من زمان متبرمجة على القصص قبل الإعلانات والبيلبورد والإنستجرام. من واحنا صغيرين ولحد دلوقتي بنفتكر الحاجات اللي وراها قصة أكتر من أي حاجة تانية. والسبب هو إن القصص بتفعل المشاعر. الأبحاث أثبتت إن الفاكتس أو الحقائق بتفعل جزء بسيط جدا من المخ وبتتنسي بسهولة، لكن لما نسمع قصة في مناطق كتير في الدماغ بتشتغل: العاطفة، الذاكرة، وحتى الخيال. وتاني سبب هو بناء الثقة، وهنا القصص بتلعب الدور الحقيقي. محدش بيثق في شكليات ومحدش بيفتكر أرقام. اللي الناس بتثق فيه هو الناس نفسهم. وهنا بقى بيجي السؤال: ازاي تحكي قصة في البيزنس؟ ازاي تحول حاجة تجارية مملة لقصة من غير ما تبان مبتذل او تطول في الحكاية لدرجة الملل؟ ويعني ايه اصلا كلمة قصة؟ تعال الاول نفهم يعني ايه قصة. القصة هي رحلة بيمر فيها شخص اللي هو البطل بتحديات ومشاكل وصراعات عشان يوصل لنتيجة إيجابية. في أي قصة عشان تنجح لازم يكون فيها ال3 عناصر دول: بطل وتحديات ونتيجة. تعال بقى نعرف ازاي نستخدم ال3 عناصر دول عشان نطلع منهم بقصة تشد. أنا لخصت لك الطريقة في نموذج واحد تقدر تمشي عليه بكل سهولة مع أي مشروع وأي فكرة. والنموذج ده مبني على 5 خطوات: التوتر، الشرارة، الخيال، البطل، الرؤية. خلينا نبدأ بأول مرحلة وهي التوتر. التوتر هو المشكلة أو العقبة أو المعاناة اللي جمهورك حاسس بيها أو عايشها. ده الفجوة بين وضعهم دلوقتي والوضع اللي عايزين يوصلوا له. التوتر هو اللي بيخلق فضول، لأننا لما بنسمع إن في مشكلة بنبقى عايزين نكمل عشان نعرف الحل. وفي البيزنس التوتر بيخلي جمهورك يشوف نفسه جوه القصة، يحس إنك بتتكلم عن معاناته هو بالتحديد، وساعتها بيكون جاهز يسمع الحل اللي عندك. طيب إزاي تلاقي التوتر ده؟ بتدور في المشاكل اللي بيحلها منتجك أو خدمتك، وبتشوف أكتر مشكلة مستعجلة وبتحصل باستمرار وبتركز عليها. مثلا لو بتبيع برامج فتنس، التوتر ممكن يكون بدأت جيم وبعد شهرين 3 حاسس إنك لسه واقف مكانك، بتتعب أكتر وبتتمرن أكتر لكن جسمك مش بيتغير. بعد ما بتحدد التوتر أو المشكلة بتخش على تاني مرحلة وهي الشرارة أو الفكرة. دي اللحظة اللي بتدي أمل، اللي بتخلي في احتمالية إن المشكلة تختفي. دي الحل اللي أنت بتقدمه، بس هنا لازم تربطها بأي تجربة شخصية. لو رجعنا لمثال الفتنس ممكن تقول: الحقيقة إن الجسم مش بيتبني بكتر التمارين ولا بعدد الساعات، بيتبني بالتزامك بخطة واضحة ومفصلة تجمع بين العلم والتجربة. وده اللي خطتنا قايمة عليه، واللي غيرت جسم وحياة عشرات الأشخاص زيك. زي ما انت شايف هنا حطينا المنتج بتاعنا كفكرة لحل المشكلة. بعد كده بتدخل على المرحلة الثالثة وهي الخيال. وهنا انت عايز الناس تبتدي تتخيل حالتهم بعد حل المشكلة دي. عايز تخلي الحواس بتاعتهم تتفاعل مع اللي بتقوله، لأن هي دي اللحظة اللي هتعلق معاهم. دي اللحظة اللي هتعلي الدوبامين. والخيال ممكن يكون عن شكلهم بعد ما يستخدموا المنتج، أو عن نظرة الناس ليهم لما يستخدموا المنتج، أو حتى عن الإحساس اللي هيعيشوه مع المنتج. وهنا لازم تكون مفصل، لازم تخليهم يتخيلوا معاك. في مثال الفتنس ممكن تقول: في أقل من شهر هتلاقي شكلك في اللبس بيتغير، بتدخل مكتبك، بتروح البيت، بتطلع على البحر، اللي حواليك بدأوا يلاحظوا التغيير، والهدوم اللي كنت بتتكسف تلبسها بقت هي اليونيفورم الجديد بتاعك. وهنا زي ما انت شايف بنحاول نكون مفصلين بقدر الامكان عشان نخلي الناس تتخيل معانا. بعد ما بتشغل الخيال وبتبتدي تعلق الجمهور بصورة، بتبتدي تعيد الانتباه تاني للعميل نفسه، للبطل الحقيقي في القصة، وتركز على عائد أكبر هيرجع له بعد ما يستخدم المنتج. الفايدة الحقيقية اللي هتعود له سواء كانت شخصية أو اجتماعية أو نفسية. دي اللحظة اللي هيقول فيها العميل: المنتج ده معمول عشاني. نرجع تاني للمثال، وهنا ممكن تقول: ومن اللحظة دي ما بقتش محتار تعمل ايه وتتمرنه ازاي، وما بقتش قلقان جسمك يرجع زي الأول، لأنك عارف بالظبط جسمك بيتغير ازاي وإيه التمارين اللي محتاجها، وكأنك معاك مدرب شخصي في كل خطوة. بعد ما بترجع تركيزك على العميل وبتحسسه بالقيمة اللي هياخدها، بتدخل على المرحلة الخامسة والأخيرة وهي الرؤية.
الهدف الأكبر اللي المشروع بتاعك قايم عليه، الرؤية اللي انت عايز توصل لها انت وجمهورك. فمثلا في مثال الفتنس هتقول الفتنس بالنسبة لنا مش مجرد خطة والسلام، لكن أسلوب حياة وعلم لازم تفهمه عشان توصل بيه لهدفك وتحافظ عليه طول الوقت. تعال بقى نحط القصة دي كلها مع بعض ونسمعها. بدأت جيم وبعد شهرين تلاتة حاسس إنك لسه واقف مكانك، بتتعب أكتر وبتتمرن أكتر لكن جسمك مش بيتغير. الحقيقة إن الجسم مش بيتبني بكتر التمارين ولا بعدد الساعات، بيتبني بالتزامك بخطة واضحة ومفصلة تجمع بين العلم والتجربة. وده اللي خطتنا قايمة عليه واللي غيرت جسم وحياة عشرات الأشخاص زيك. في أقل من شهرين هتلاقي شكلك في اللبس بيتغير، بتدخل مكتبك، بتروح البيت، بتطلع على البحر، اللي حواليك بدأوا يلاحظوا التغيير. والهدوم اللي كنت بتتكسف تلبسها بقت هي اليونيفورم الجديد بتاعك. ومن اللحظة دي ما بقتش محتار تعمل ايه وتتمرن ازاي، وما بقتش قلقان على جسمك يرجع زي الأول، لأنك عارف بالظبط جسمك بيتغير ازاي وإيه التمارين اللي محتاجها. وكأنك معاك مدرب شخصي محترف في كل خطوة. لأن الفتنس بالنسبة لنا مش مجرد خطة والسلام، ولكن أسلوب حياة وعلم لازم تفهمه عشان توصل بيه لهدفك وتحافظ عليه طول الوقت. زي ما انت شايف القصة اتحولت تماما من مجرد برنامج تدريبي عادي لقصة عايز تكون جزء منها وتعيشها. دلوقتي انت عرفت النموذج وشفت الخطوات اللي هتمشي عليها، بس بدون تجربة حقيقية مش هتقدر تبني قصتك صح. فعندي ليك تحدي بسيط، جرب تكتب قصة مشروعك او البراند بتاعك باستخدام النموذج ده وشاركها في الكومنتات، وانا هبص عليها واديك نصايح عن ازاي تخليها اقوى. ولو حسيت ان المحتوى ده فادك يا ريت تتابعني وتعمل لايك للفيديو، لان ده اللي هيساعد القناة. اشوفكم في فيديو جديد.